ونصيحه. وانا سؤال عشان الوقت بس سرقنا، انا كنت سالتك سؤال ازاي المال ما يتحولش لمصلحه وامور كتيره جدا. هي لما النبي قال تنكح المراه الاربع بيقول ان الناس في اتجاهاتهم وميولاتهم في الزواج 4 أصناف. فصنف يريد ان يتزوج المراه من اجل مالها، وصنف يريد ان يتزوج يعني كان بيحلل الواقع، ما كانش بيقول صح وغلط. واقع المسلمين الى قيام الساعه. تمام. احنا فعلا كده، يا اما بتتجوزها عشان فلوسها، يا اما بتتجوزها عشان خاطر الحسب بتاعها والنسب، يا اما بتتجوزها عشان هي جميله، يا اما بتتجوزها عشان هي متدينه. ادي واحده من الاربعه. فبقول لك ايه بقى، لو ضربت لك مثال، كل واحدة من دول بتساوي 0. الجمال يساوي 0، والمال يساوي 0، والحسب يساوي 0. دي مجموعة أصفار. لو حطينا 100 صفر كده من غير ما نحط واحد صحيح، الأصفار دي لها قيمة؟ لا، ما لهاش قيمة. طيب لو جينا قلنا الدين ده بيساوي رقم 1، فحطينا الواحد وحطينا قدامه الأصفار دي، تعالي بقى زي ما انت عايز بقى. فيبقى لو جت ذات دين فعندها رقم 1. لو أضيف لها مع الدين الجمال بقت 10، خدت نقطة. طب لو أضيف لها مع الجمال المال بقت نقطتين. طب أضيف الحسب بقت 3، وهكذا وهكذا وهكذا. إذا لن يكون للجمال ولا للمال ولا للحسب ولا للنسب قيمة إلا إذا كان عندها الدين. إذا عندها الدين هو ده أوجد القيمة. فده كان يعني مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو المراد من كلامه صلى الله عليه وسلم على وفق ما اجتهد، إن الفكرة في هذه المسألة إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن الناس يتزوجون على أصناف شتى. فمن كده وعشان كده في الاخر راح مرجح كفه مين؟ صاحب الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك عن التصقت بالارض واصابك الفقر واصابك كذا. لو انت فكرت انك تاخد عشان فلوسها ولا عشان كذا ولا عشان كذا، انما ينبغي ان ياخذ الرجل المراه من اجل الدين فقط. تمام. طيب ادينا نصائح عامه ان احنا ما يحصل لناش حاله العنف اللي حاصله في المجتمع. اولا ده مهم قوي، ان انا لو انفعلت انا وزوجتي في البيت، واحد مننا يخرج، فمين اللي يخرج، الرجل ولا المراه؟ الرجل. فالمفروض واحد يخرج يترك. يعني ما تردهاش في نص الليل لما بيحصل. هو يفتح الباب وينزل، حتى لو نزل تحت 5 دقائق ولا حاجه. بس في الفتره دي لو حصل من الزوج هذا، ينبغي على الزوجه ان تتوضا وان تستغفر. تتوضا وتقعد تستغفر. حلو قوي النصيحه دي. سامعين يا جماعه؟ يعني مش هو بقى خرج تقوم ماسكه التليفون، هي قاعده بقى تكلم الدنيا، تكلم مامتها بقى الشيطان يقعد يوسع المجال. لا، ده احنا عايزين بقى نطرد الشيطان، عشان الراجل نزل هيطلع بعد شويه يريح الدنيا. فنعمل ايه؟ تروح متوضيه وتروح نصلي ركعتين وتنها قاعده في الاستغفار. والله العظيم حتى ولو كانت هي المخطئه وجلست تستغفر الله سبحانه وتعالى، هتلاقي بعد شويه جوزها طالع هو اللي يعتذر، مع ان هي اللي ممكن تبقى غلطان. ليه؟ لان هذه تجلب الرحمه وتجلب الملائكه وتجلب الهدوء وتجلب الراحه. فدي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. جميل جدا يا شيخ اشرف. يعني هنحاول كده كل مره ناخد نصايح الجميله دي بتاعت ديننا، بتاعت الناس اللي عارفين الدين. اكيد بتلطف وتبلسم حياتنا عشان ما يحصلش فيها عنف مفاجئ لا قدر الله، وربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لاي حد يا رب، ويعني يسترها زي ما بيقول، استرها معانا جميعا. طيب عايز ارجع لاسئله الناس بقى. عفوا. يعني كان معايا الاستاذه سميه او الحاجه سميه سالتك في الاول، لو الذهب للزينه وزاد عن 85 جرام هل عليه زكاه ولا لا؟ ده اول سؤال. اذا كان الذهب بمقصد الزينه لا زكاه عليه بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون هي لابسه زي بنات جنسها، يعني المستوى الطبقي الاجتماعي اللي هي عايشه فيه بيلبس كان 85 100 جرام 200 جرام 150 جرام، هم بيتزينوا بهذه الكميه فلا زكاه عليها حتى وان عدى النصاب. ده طبعا قول لبعض اهل العلم من الفقهاء، لكن بعضهم قال زينه او مش زينه عليه زكاه. بس هو بيتحسب ازاي برضه؟ ما ازاي؟ يعني مثلا كل مستوى. لا يعني ما انا فاهم يا فندم، بس انا بتكلم انا واحد بحب اللبس وواحد تاني ما بيحبش اللبس وهكذا، فاهمني؟ خلاص. اللي زي لا ممكن يكون في مستواي واحسن مني كمان، بس انا بحب البس ده او العكس. ما التاني بخيل بقى، حد ده بخيل. لكن انت بتتكلم عن المستوى النقدي او الاجتماعي. يعني النقدي او الاجتماعي، هي عايشه في مستوى مثلا لما بيجيبوا شبكه اهل منطقتها مثلا، اهل منطقتها لما بيجيبوا شبكه، في ناس بتجيب شبكه ب 2000 جنيه، في ناس بتجيب شبكه ب 10000 في 100000 حسب بقى نظام. فالشبكه دي اللي هي ذهب مقصود به للزينه لا زكاه فيها حتى وان بلغت النصاب. تمام. قطعه ارض مباني عندهم وركنوها للزمن عشان الولاد، عشان غير كده مفيش منها دخل. لما يبقى يبيعوها وتسيل الاموال يزكوا عن عام واحد. عن عام واحد فقط. نعم. تمام. لكن طول ما هي كده مركونه مفيش مشكله. لو بنوها بعد كده وسجلوا خلاص، لو هيبيعوا بقى ويستثمروا وبتاع، خلاص يبقى يزكوا عن الاموال اللي بقت معاهم. لو مش هيبيعوا، اصل الارض ما بتعملش حاجه، هي ارض موجوده بترتفع قيمتها لكن ما عندوش سيوله، فما عندوش حاجه يسيل من خلالها، فعشان كده تبقى كما هي. ولما تباع هذه الارض اذا كانت الاستثمار يزكي عن عام واحد. تمام كده. اعتقد الاسئله اللي توفت حاجه سميه. طبعا احنا وجهنا رسالتنا برضو للازهر، وحضرتك اثنيت على دور الازهر ونحن جميعا نثني على دور الازهر،
وهدم المزيد بالنسبه للدول يعني الغير الاسلاميه خلينا نقول، ودور الازهر فيها وزاره الاوقاف برضه بتبعت الاوقاف وكله بيبعت. وشهر رمضان جاي ان شاء الله اطمنك يعني اخونا الفاضل اللي كلمنا، بعثات كتيره بتروح هناك وبتظبط الدنيا في شهر رمضان تحديدا يمكن اكتر وقت. احمد بتقول لو احنا عايزين نعمل جمعيه كده عشان ايه نعمل عمره، خلي امهم تعمل عمره بس ياخدوها من فلوس جوازهم. احنا قدامنا طريقين بقى، يا اما هياخدوها ايه هخنصروا شويه من المصروف اللي الجواز ما تعرفش، يا اما هيقولوا لهم ان كان الزوج بيديها مصروف شخصي وهذا فرض على كل زوج، اذا كان بيديها مصروف شخصي في ايديها 10 جنيه 5 جنيه في اليوم او 2 جنيه او اي رقم من المبالغ، ومن هذا المبلغ المصروف الشخصي اللي هو وهبه ليها اداهولها في ايديها، يمكن ان تعمل جمعيه عشان خاطر تساند امها، لا باس في ذلك، لا باس في هذا على الاطلاق. لكن انا انصح ان اذا كان ده من المصروف، لو هي بقى هتبلغ كل واحده منهم زوجها ان هنعمل جمعيه عشان نطلعوا من العمره، لا بلاش، يبقى ما تطلعش هي العمره، وبلاش تقولوا لازواجكم مثل هذا. ليه؟ لان هيترتب عليها مشاكل فيما بعد، هيقول لها ده انا اللي طلعت امك عمره، انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا اللي ما هو بقى فلوسي، ما هو لان دي بيئات بتبقى الدنيا فيها مش مظبوطه، فاحنا نقفل الباب ده. لا لو انت يعني الازواج طيبين يعني كويسين ولا ايه؟ انا بعتقد عشان ما نعملش خلاف، ده وجهه نظري انا شخصيا. انت موضوع على الواقع ما شاء الله، انا بتكلم كواقع، لكن مش موضوع شرعي، هي موضوع شرعي طبعا ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. لو شرعي لو في واحد منهم قادر يقدر يطلعها عمره، يطلع حمات عمره، ياخد اجر. اذا ده والموضوع مش بعيد قوي يعني، مش موضوع ولا حاجه. لكن اذا كان كل واحده فيهم لها مصروف شخصي فيمكن ان تعمل جمعيه من خلال مصروفها الشخصي، لكن ما تخنصرش من المصروف البيت. من مصروف البيت لا. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هند بنت عتبه كما في صحيح البخاري، قال لها خذي ما يكفيك، لما قالت ان جوزي ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل وليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما توديش بقى لمامتها وما توديش مش عارف لمين، ده عشان هي تاخد من وراه. فعشان كده لو هتاخد من ورا الزوج يبقى لا ما ينفعش، يبقى كده وقعت في الخطأ. انما اذا كان مصروفها الشخصي اللي هو حدده لها الزوج ما فيش مشكله، هي ممكن تقول، هي ساعات في زوجات كده تطلب من زوجها تقول له ما يقبض مش عارف يديني حاجه مش عارف ايه الشخصيه، ماشي لا باس في هذا. تمام. مدام نهله بتسالك، هي يعني متجوزه بقى لها شهرين وزوجها يعني مش عايزه صيام تطوع، الحمد لله ما عليهاش ايام ولا حاجه. تمام. لكن قال لها كفايه شهر رمضان من حقه. من حقه، لان هي عشان تصوم صيام التطوع لابد باذن الزوج، فاذا الزوج لم ياذن لها فخلاص لا باس، وهي واخده الاجر. اذا كانت هي متعوده على طول عمرها تصوم الاثنين والخميس و13 وجه الزوج نهاها عن الصيام وهي انتهت لامر الزوج لان الله امرها بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك، هي بتاخد الاجر. يعني انت كانك صمت الاثنين والخميس، بس يعني ما تركنش على كده برضه، تستاذنه اصوم اثنين اصوم خميس، وبعدين هم لسه في الاول فالموضوع مع الوقت هيهدى. لكن السؤال بقى هنا خلاص صوم السنه كلها. السؤال دلوقتي المطروح، هل هو بياخد اسم بقى؟ يعني هو دلوقتي ما قالهاش رمضان ما تصوميش، لا بيتكلم هو دلوقتي زوج وعايز مراته، مش هينفع تطوعوا فيه. هل عليه ذنب؟ لا اسم عليه، هو واحد عايز زوجته تبقى مفطره لان له رغبه في ذلك، لا باس في ذلك، هي مساله اصلا مساله نافله يعني. وبعدين هو الفكره ايه؟ الفكره ان الزوج لما يلاقي زوجته عندها يعني نزعه ايمانيه او نزعه قويه هتصلي او هتصوم او حاجه فيسيبها تصوم، بس هو يمكن مش قادر يقوم بهذا العمل، فالحكايه فيها سنه غيره او حاجه، فيقوم بقى الاسلام اداله بقى يقول لها لا طب خلاص بقى ما تصوميش، يبقى الاثنين يعني في غيره في العباده طبعا. بس شوف طريقه الحوار هنا على ايه، وشوف لما يبقى الحوار والعياذ يعني ربنا يحميهم يعني ويكمل لهم مسيرتهم على خير، وشوف لما الحوار يبقى على الفلوس والخناقات على ما اعرفش ايه، يبقى الخناقه على الصيام، يعني هو مش خناق، ده حاجه لطيفه يعني. يعني هي عايزه تصوم هتقرب من ربنا اكتر، وهو برضو اكيد هيغير مع الوقت. وزي ما ممكن يكون ما بيصومش او مش متعود، فلما هو تيجي هي تصوم فهو يبقى حاسس ان هي افضل منه عند ربنا والكلام ده كله، ممكن قد يكون هذا، انا مش متوقع ده بس قد يكون هذا، فممكن يغير من هذه المساله. فهي يعني اذا كان هو بيخرج عمله وبيرجع متاخر بيعمل كذا بتاع، يجوز لها ان تصوم ما دام هو ليس بموجود في البيت، اما ما دام موجودا فلا صيام لها الا باذنه في التطوع، والله اعلم. تمام. مدام هدى سالت حضرتك، انا عايزه يعني سؤال الاستاذ ابو محمد عن الشك الزوجه ده هرجع له اذا بقى وقت احاول استنبط حاجه من الليل. مدام هدى كانت بتسال على انه والدتها لما توفيت كان هي ليها عندها والدتها ليها عندها 3000 جنيه، وهي اللي قالت على نفسها انا عايزه يا والدتي 3000 جنيه يعني وهرجعهم. هي اللي قالت. دخلوا في التركه بعد وفاه خلاص صار ميراث.
لان دي اصبحت مديونيه عليها لوالدتها. فمتى ما توفيت الام فاصبح هذا المبلغ صار بالميراث. طب ترجعه ازاي بقى؟ حظ الانثيين الورثه. اذا كان لها اب موجود هياخد ربع هذا المبلغ، وما تبقى هي طالما انا سمعت ان عندها هي ليها حصه برضه اخت وبتاع، هي لها حصه. يعني الاب ياخد الربع، وما تبقى من مبلغ هيقسم على 3 اسهم، الاخ ياخد سهمين وهي تاخد سهم، اذا في حاله لو كان هي بنت ولد بس وزوج. لكن لو ما فيش زوج وبنت ولد يبقى 3 اسهم، هي تاخد 1000 وياخد 2000. لو في اكتر بقى من كده فللذكر مثل حظ الانثيين. طيب في